السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا. كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد العجينه اللي كتجي مرقه مقرمشه، كتجي بحال الورقه ديال البصيله. غادي تشوفوا معايا الطريقه والمقادير وبحشوه مختلفه. كتجي الحشوه فيها رائعه والعجينه كتجي مقرمشه. غادي ندوز معكم الطريقه والمقادير. عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، واحد الحبات ديال البيض، وواحد الخماره. غنحتاج شويه ديال الملحه، معلقه ديال زيت الزيتون، والماء باش غادي نجمعوا العجينه. طريقه لي سهله. بعد ما خديت داك نص كيلو ديال الدقيق درتو في واحد القصريه، وغادي نزيد عليه خميره ديال الحلوه مع شويه ديال الملحه، وغادي نزيد عليه بياض ديال البيض، وغادي نخليه صفر زين. العجينه اللي دائما عندي معتمده عندي دائما كنوجدها، كتجي سهله وكتجي مقرمشه. غادي نزيد عليها معلقه ديال زيت الزيتون، معلقه ديال العسل، وغادي نجمعوها بالماء. غادي ندلكوها مزيان وغادي نخلوها ترتاح والماء يكون دافي. صافي، بعد غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنجمع العجينه. غندلكوها مزيان. كتجي هاد العجينه بحال الورقه ديال البصله، كتجي مقرمشه في الحشوه. غادي نشكل منها كويرات وغادي نخليهم يرتاحوا على ما نوجد الحشوه تكون العجينه عندي مطلوقه. صافي، غادي نغطي عليها ونخليها كترتاح على ما نوجد الحشوه. صافي، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنغطيها ونشيل الحشوه. عندي هنا الحشوه مختلفه. عندي هنا بصله مقطعه، واحد الكرجيطه محكوكه، خيزو، فلفل الوان، ومعلقه ديال الهريسه. هنا عندي البصله طاي مقطعه، الكفته ديال الدجاج محضها، وغادي نحتاج ليها 2 علب ديال الطونه ديال الحوت، وعندي الشعريه باش غادي نديرها في الحشوه. في التوابل عندي سكنجبير، الحرقوم، البزار، تبزيره ديال الحوت، وضمه ديال الزعفران، شويه ديال الملحه والزيت باش غادي نشحر هاد المكونات. غادي نصيب هاد الحشوه بلا ما نطول عليكم، غنوجدها وتشوفوها معايا. غادي نمشي للعجينه اللي خليتها كترتاح، كتسال عينها الخدمه دغيا كتسرح. خديت هنا الزيت مع الزبده باش غادي نورقها. غادي نطلقها على شكل مسمنه وغادي نطويها. غادي نمشي للثانيه حتى كنطلقها مزيان وغادي نخليها ترتاح. عارج عليها. بعد ما طويت العجينه ديالي على شكل مسمنه غادي نسرحها وغادي نشكل منها انواع اللي شفتوا معايا. الحشوه اللي خديت هنا ديال الخضره مع الحوت، هذه ديال الدجاج مع الشعريه الصينيه والبصله. غادي نسرح العجينه وغادي نشكل منها كما كشفتوا معايا البريوات على شكل مسمنه وعلى شكل صيغار. صافي، غادي نطلق العجينه كي تشوفوا معايا، طريقه سهله. غادي نشكلها على شكل مسمنه وغادي نعمرها بالحشوه. تشكلوا انواع ديال الحشوه اللي عندكم ديروها في الحشوه، نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي، غادي نستمر بهذه الطريقه. غادي نزيد عليها الفرماج وغادي نسدهم. كتجي العجينه مورقه بحال الورقه ديال البصيله. صافي، غادي نسد عليهم وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكملهم. انا شكلتهم على شكل صيغار.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل هذا الشكل. وغادي نمشي للشكل الثاني. هنا بعد ما خديت الصينيه فرشتها الورق ديال الزبده، وغادي نصدف فيها هذوك على شكل صغار، وغادي نمشي للشكل الثاني. هنا الحشوه ديالي بعد ديال الخضره. نتوما كيبقى لكم الاختيار انواع ديال الحشوه تقدروا تعمروها بها، المهم هو العجينه تكون مورقه. هنا غادي نشكلهم على شكل بريواط، وحنا كنشكلوا انواع اللي بغينا، نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه على شكل بريواط حتى كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكملوا نمشيو للشكل الثاني. طريقه سهله عجينه، وغادي نشكلوا منها انواع ديال صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكملهم ونمشي للشكل الثالث. سهله الطريقه. هنا بعد ما كملتهم غادي ندهنهم داك الصفر البيض مع شويه ديال التحميره شويه ديال الحليب، وغادي نديرهم من الفوق، ندهنهم من الفوق كيخلي واحد اللون دابي. الفران عندي سخون، ملي كندخلهم كنقص العافيه ونخليهم طاق يتسبوا لخاطرهم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كملتهم. زينتهم شويه ديال العسل مع اللوز مهرمش، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيجيو رائعين مقرمشين ومورقين، طريقه سهله ما فيهاش تعقيدات. وداك الشكل الثاني درتو على شكل مسمنه، زينتهم بالفرماج من الفوق، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيجيو مورقين. ونتمنى يعجبكم. دائما لا عجبكم ما تنسوني باللايكات والتشجيعات باش دائما نوصلكم الجديد ديالي.